بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل ريش مشوية بس بطريقة تانية مش على الفحم، ومعاها رز بسمتي. قبل ما اقول على الطريقة نذكر ربنا سبحانه وتعالى علشان يرضى علينا في الدنيا وفي الآخرة. إن الله يسمع الصوت الخفي ويسمع الدعاء، فإذا قلت يا رب فأما أن يلبي النداء أو يدفع البلاء أو يكتب لك أجرا في الخفاء، ويا رب اكتب لنا ما تحب وترضاه. آمين 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 ليا وليكوا ولكل أحبابنا ولكل أولادنا إن شاء الله. آمين آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. جيب الريش أهي كده زي كده، الريش ضاني صغيرة يعني حلوة جدا، وحطيت عليها معلقة بابريكا ومعلقة اسمه ايه كركم وملح وفلفل اسود ومعلقه عسل وصلصه طماطم وشويه كاتشب. هي دي كل الخلطه بتاعتها، بس طعمها بقى لما بتشوي يا ديني يا ديني على جمالها. دلوقتي بقى تعالوا بقى نشوف بقى هنعملها ازاي. والرز انا عملت الطريقه قبل كده فمش هعطلكم بقى يعني تاني ونطول الفيديو واعمل الطريقه. احنا عملنا قبل كده طريقه الرز البسمتي. وجبت الطاسه او الحاجه اللي انا هعمل فيها، حطيت فيها حته زبده او سمنه، ويا سلام بقى لو كانت فتليه وتسيبها لما تسخن وتحط بقى اللحمه كده. اسمها كلمه الطشه دي، حركه الطشه دي كده، هي دي كده اللي احنا عايزين نسمعها. احطهم بقى واخلصهم. خلي بالكم اللحمه الضاني ما بتاخدش وقت كتير على النار. وده الوش التاني، قلبتها على الوش التاني. بصوا شايفين اللون عامل ازاي؟ بصوا. وبعد لما شويت اللحمه انا حطيت فحمه، ويعني حرقت فحمه ولا مش عارفه اسمها ايه، وهحط عليها بسم الله الرحمن الرحيم زيت. وهتطلع بقى كده ونقفل بقى عليها كده ونسيبها بقى تاخد اللون الطعم والريحه. بصوا بقى كده احلى طبق، احلى كباب اتعمل من غير لا شوايه ولا اي حاجه. لو ما عندكيش شوايه اعملي بقى الطريقه دي. انا حطيته على فكره في الحله، بعد ما شويته حطيته في الحله علشان الفحم يكتم عليها، ريحه الفحم تكتم. بصوا الريحه بقى طالعه ايه. وبصوا بقى الرز ده تحفه 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 في طعمه، جميل جدا. انا عامله الوصفه دي برضو على القناه، لو انتوا عايزين وصفه الرز هتلاقوها برضو على القناه. حلوه جدا، رائعه رائعه. وريحته بقى شوفوا كانكم شاويينه على الفحم. يعني اللي ما عندهاش شوايه ممكن تشويه بالطريقه دي وهيطلع تحفه معاكم. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش اللايك والاشتراك. شكرا.